عادت له المتاعب مرة أخرى فسافر إلى كليفلاند. أنا كانت آخر مكالمة بيني وبينه قبل وفاته ب4 ساعات تحديدا، وكان الحقيقة بيكلمني وهو في كامل الصحة والعافية وبيضحك وبيهزر وأخبار مصر إيه وإلى آخره. الكلام ده أنا قلته كتير على فكرة. وبعدين حوالي الساعة 9 الصبح جالي تليفون إنه توفاه الله. بدأنا ندبر كيفية أو نرتب كيفية وصول الجثمان إلى مصر، إلى أن وصلت الطائرة إلى مصر في المطار، واستقبلت أنا بنفسي الجثمان، كان بالكفن، وأخذناه في العربية المخصصة لذلك ورحنا المستشفى اللي المفروض هنتوجه عليها. وفي المستشفى دخلت أنا المكان اللي موجود فيه الثلاجة، وكنت أنا وكان حرمه، وكانت 2 من أبنائه من بناته، وولادي أنا شخصيا، وأخته وشقيقه. وتم كشف الكفن عن وجهه بوضوح شديد. وبعد فترة بسيطة تم وضع الجثمان في الثلاجة.